السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة درس جميل جدا 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 يا فاطمة انت واحمد. ما تنسوش دلوقتي الدرس ده فيه حاجات مهمة كتير. زي ايه؟ النهاردة هتعلم ازاي اجاوب على الاسئلة اللي قدامكم دي، ادوات الاستفهام. كل دول يا جماعة اللي قدامنا دول بمعنى ليه. كل دول بمعنى ليه او لماذا. warum اول واحدة، wieso، weswegen، weshalb، aus welchem Grund. اول ما تلاقي واحدة من دول على طول هتعمل ايه؟ على طول هتجاوب بايه؟ بواحدة من التلاتة. الله، ايه ده؟ دي حاجة جميلة جدا. طب ما تكمل جميلك بقى معانا وتقول لنا ازاي استخدمهم. حاضر. الموضوع ده اسمه الكاوزال يا جماعة، السببية، اللي انا ما كنتش عارف يعني ايه. قبل ما نبدأ يا جماعة عايزين نتفاعل وندوس لايك وشير وتعليق. دلوقتي فايل معناها لأن، ودن معناها لأن، وده معناها لأن. يبقى دلوقتي أنا بجاوب على أدوات الاستفهام دول بتلات روابط: فايل ودن وده، والتلاتة بمعنى ايه؟ لأن. التلاتة بمعنى لأن. طيب، يبقى لما حد يقول لي فاغوم اقول له دن او فايل. طيب، دن يا جماعة رابط صفري، دن رابط صفري، وفايل بتخلي الفعل في الاخر. يبقى انا بتكلم على الجروند. يعني ايه جروند؟ السبب. الايه؟ السبب. خلي بالكم يا جماعة، الكلام ده مش هتفهموه الا معايا. يعني ممكن الدرس ده يتشرح في حوالي 6 7 حلقات بره على اليوتيوب او في المعاهد او السناتر. احنا نفهم القوصال النهارده السببية. كلمتين صغيرين، يعني درس مش هيعدي ال10 دقايق ان شاء الله. الجوند اللي هو السبب، ودوت مصطلح بتلاقيه دايما في سؤال اللي شرايبن يقول لك الجروند. الجروند يعني ايه؟ اللي هو السبب في احد الخطابات اللي هي هتجيلي او هتيجي لحضرتك فين في الامتحان. اكتب الجروند. بتكتب الخطاب ليه؟ تقول له السبب. انا بكتب لك علشان. علشان دي يعني ايه في الالماني؟ دين او فايل. لو استخدمت دين يا اشرف، لو استخدمت دين يا فاطمة، هتجيبي وراها الضمير. الضمير عشان ما تنقصيش درجة، وبعد كده الفعل، وبعد كده باقي اجزاء الجملة. لا، سهلة خالص اهو، ما فيهاش اي تعقيدات اهو، سهلة خالص. طيب، لو استخدمت فايل يبقى هنعمل حاجة اسمها نيبن زاتس. يعني ايه نيبن زاتس؟ يعني الفعل فين؟ في الاخر. الفعل فين؟ في الاخر. طيب، يبقى فايل بيجي وراها الضمير زي دن بالظبط. وبقى هنجيب امثلة دلوقتي، ما تقلقوش وما تستعجلوش. بعد فايل بيجي الضمير، ثم باقي اجزاء الجملة، ثم الفعل، ثم الايه؟ الفعل. طيب، هل انا لو لخبطت الدنيا كده هنقص درجات؟ اكيد طبعا هتنقص درجات في اللي شايبن يعني الكتابة. في واحد كده بيأيد الاخطاء وانت بتمتحن. تعالى انت ما جبتش الفعل في الاخر، انقص درجتين. تعالى انت جبت فعل في الاخر مع دن، انقص درجتين. لا، دن ده يجي بعدها الضمير ثم الفعل ثم الباقي. طب فايل بيجي بعدها الضمير ثم الباقي ثم الفعل. وديت يا جماعة احد استخدامات القوصال، او بجاوب على الجروند بايه بكذا او كذا وكذا. فايل ودن وده هنشوف دلوقتي مثال. Warum möchten Sie bei uns arbeiten؟ السؤال ده بيتسأل لك لما تروح تقدم على وظيفة. لما تروح تقدم على وظيفة، عايز تشتغل عندنا ليه؟ بتقول له الإجابة النموذجية دي، وإجابة جميلة جدا دي ليك يا عم، عشان تقولها لما حد يسألك Warum möchten Sie bei uns arbeiten؟ فايل ايش؟ انا هستخدم هنا فايل. شوفوا بقى الفعل فين. بصوا اهو، شوفوا الفعل فين اهو. الفعل فين؟ في الاخر. الفعل فين؟ في الاخر. فايل ايش هي den richtigen Weg sehe، لان انا شايف ان دي الوسيله الصح. انا شايف اهو، شايف او ارى اهو. ليه ارى جه في الاخر؟ مش انت دايما تقول لي الفعل في مركز تاني؟ لا، ده عشان في فايل. عشان في ايه؟
طب وليه التعقيدات دي؟ طب ما كنتوا جبتوا الفعل ورا الفاء ولا الضمير على طول. لا، هو احنا كده، هي اللغة كده، خلقة ربنا كده. طيب ولو استخدمت دن، وانا بحفز دي يا جماعة الناس اللي هي لسه مبتدئة تستخدم دن لغاية ما ايه، ما تمشي في المستويات المتقدمة وتعرف اللغة كويس، تستخدم ايه، فايل. اما ضا بقى دي، ضا دي بقى الأخيرة، دي بتستخدم في الحاجات اللي هي شبه رسمية. وطيب، طب افرض انا استخدمتها برضو في الغير الرسمية، لا عادي مفيش اي مشاكل، يفضل يعني ان انت تستخدمها في المقالات والكتابة وكده. دين ازاي هي دين richtigen Weg، لان انا شايف ان ده الايه، الطريق الصح او الوسيلة الصح او الاسلوب الايه، الجيد. تمام، يبقى دلوقتي احنا عرفنا فايل ودين بتتعمل ازاي. طيب الجملة مع أداة الربط دين يا جماعة، الجملة مع أداة الربط دين قلنا إيه؟ بتأتي رابط صفري، بتأتي مع رابط صفري. يعني دين دي لما أجي أعد كده دين أهو، الفعل فين؟ أهو، اديله اتنين، بس سهل خالص. قبل اتنين إيه في الأعداد يا فاطمة؟ واحد، برافو عليكي، قبل اتنين فعلا واحد. طيب وقبل واحد ايه يا احمد؟ قبل واحد صفر، يبقى ده رابط صفري. جيت ان سبيد اشتمود، هو راح ينام عشان هو تعبان اهو. خلي بالك اوعى تجيب فايل الفعل في النص، اوعى تجيب معدن الفعل في الاخر. جيت ان سبيد فايل مودي است، ادي استخدام الجمله بنفسها هي بحذافيرها هي بمعناها بس مع فايل. شوف الفعل فين، جيت انسبكت فايل مود ايست، هيروح ينام لانه متعب. anderes Beispiel على den wir sparen Geld، يعني بنحوش بنوفر. wir sparen Geld بنحوش. اللي مش عارف يحوش دي بالمصري عندنا يوفر، اللي هي اللغة العربية sparen Geld. احنا بنحوش فلوس ليه يا عم بتحوش؟ دن علشان wir möchten ein Auto kaufen. اهو الفعل اهو في المركز التاني، مش عشان هنا في حاجة وهنا في حاجة يبقى تلاتة، لا، طالما الفعل في النص يبقى تديله اتنين على طول. denn wir möchten ein Auto kaufen عشان نشتري ايه، سيارة. اشتغاجي ein Mantel، تغاجن ده يا جماعة معناه يرتدي او يحمل او يشيل حاجة. اشتغاجي ein Mantel، انا لابس بلطو او معطف. دين ميا اشتقال علشان انا بردان، علشان انا ايه، بردان برضو. لاحظنا هنا الفعل في المركز الايه، التاني. لا، هو طالما في النص يبقى اديله اتنين، قبل اتنين واحد، قبل واحد ايه، صفر، يبقى ده اسمه رابط صفري، رابط صفري. تمام. كلاوس ماله؟ جيت zum Arzt. كلاوس جيت zum Arzt، كلاوس هيروح الدكتور. دين ايم استكرانك لانه حاسس ايه، او حاسس بمرض، حاسس بايه، بمرض، او حاسس ان هو ايه، تعبان. يذهب كلاوس الطبيب لانه ايه، مريض. ich brauche Geld weil ich nach Bonn fahren will. هنا بقى جينا بقى للجد يعني. طبعا افرض معايا بجملة الكوصال اهي، جملة الكوصال اهي عشان ما حدش ايه يتلخبط. جملة الكوصال هنا في فعل، في الفعل ناقص او المودال فيرب، اعمل فيه ايه، يعني انت بتعمل فيها ايه بقى لما اجي كده مع القوصال؟ هتجيبه في الاخر خالص وتخلي الفعل في المصدر قبله على طول. انا عارف انها عملية صعبة وشاقة جدا، بس معلش نستحمل لغاية ما ناخد عليها شهرين ولا ثلاثة كده، واحنا بنتكلم هنلاقي نفسنا بنتعود عليها، مش هتبقى حاجة جديدة او صعبة. Ich brauche Geld weil ich nach Bonn fahren will. احتاج لفلوس عشان مسافر لايه، الى بون. طيب das ist einfach für mich. مثال بقى على ضا. ايه ده؟ هو ضا بتيجي بمعنى لان؟ اول مرة اعرف والله. ايوه ضا بتيجي بمعنى لان، بس انت ما خدتهاش قبل كده. ودي على فكرة مقررة على البي اينس والبي 2. البي اينس والبي 2 وبتميل الى الرسمية شوية. بس طب اذا استخدمتها للشبه رسمية،
او غير الرسمية ممكن عادي خالص، مفيش مشاكل. das ist einfach. einfach يعني سهل. für علشان او من اجلي او بالنسبة لي. da لان. da هنا لان. طالما الفعل في الاخر يبقى da لان. طالما الفعل في الاخر يبقى da جاية بمعنى لان، يبقى دي كاوزال على طول. da Deutsch meine Muttersprache ist. ليه؟ لان الالماني ايه دي لغة الايه الام. ich muss morgen nicht arbeiten. انا مش عايز مش مضطر ان انا اعمل غدا. ده ليه؟ ليه مش عايز ليه مش مضطر تشتغل بكره، مش لازم تشتغل بكره، مش لازم تروح العمل غدا او باكر. علشان ده ich Urlaub habe. علشان عندي اجازه. ده ich Urlaub habe علشان عندي اجازه. يبقى كل دول بمعنى لماذا. مراجعة تاني على القوسعال. انا لما الاقي الخمس ادوات استفهام دول اجاوب يا اما فايل يا اما دن يا اما بضاء. فايل بتخلي الفعل فين في الاخر، هي وضاء. هي وضاء. طيب ودن بتخلي الفعل في النص، يعني بيجي بعده الباقي زي الجملة وقبله بيجي الايه الضمير. خدنا القوسال يا جماعة، خدنا استخدام ده، خدنا استخدام دن، خدنا استخدام فايل. والفيلم والفيديو ده جاي لكم في الامتحان ان شاء الله، وتذاكروه كويس جدا، يا اما في الاشبريشن او في الشرايبن او في اي حاجة تاني. وعايزين دعوة حلوة في تعليق. كان معاكم خالد النجار. بيست سوم نيكست مال. تشوس.